السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم وهنحلل مباراة الأهلي والمصري اللي كانت مباراة قوية جدا من الأسبوع الأول في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 4-0 مع الرأفة. مباراة مشاها النادي الأهلي بالشكل اللي هو عايزه، وكان فيها مارسيل كولر هو صاحب الكلمة العليا على علي ماهر اللي دايما في مبارياته مع النادي الأهلي بياخدها بتحدي شخصي، وبيحاول يحول المباراة من مباراة فنيات في الملعب لسباقات سرعة وسباقات بدنية والتحامات قوية جدا. وده اللي دايما علي ماهر بيحاول يعمله، ولكن مارسيل كولر مدرب كبير جدا، مدرب عارف هو بيعمل ايه. مشى المباراة زي ما هو عايز، ما بدلش ولا تبديل الا في اخر المباراة. بدل 5 تبديلات مع بعضها، وفي الاخر سجل الهدف الرابع وضيع جملة من الفرص. وخلينا ندخل في التفاصيل على طول، وننتقل كده للسبورة ونشرح عليها ونشوف تكتيكات المباراة كانت ماشية ازاي، وايه اللي مارسيل كولر عمله، وايه اللي علي ماهر عمله، وايه اللي وصل المباراة للنتيجة الكبيرة دي اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-0 مع الرأفة زي ما قلنا. مباراة النادي الأهلي ابتدى بطريقة لعب 4-3-3. الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني. قدامهم ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، ورضا سليم، وأنتوني موديل. المصري ابتدى بطريقة 4-1-4-1. محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، وحسين السيد. قدامهم أماضي جولدي بقى، وميدو جابر، سمير فكري، محمود حمادة، ومحمد الشامي. وقدامهم مروان حمدي في الهجوم. في بداية المباراة هنلاقي إن لعيبة المصري كانوا بينفذوا تعليمات الكابتن علي ماهر، واللي هي نمسك كرة في نص ملعبنا ونحاول نقلب الماتش لسباق سرعة ومعركة بدنية. ولكن الأهلي بعد أول 10 دقايق ابتدى يفرض رتمه وأسلوبه، واللي هو الضغط العالي بشكل شرس جدا. كمان شفنا ميزة عند لعيبة الأهلي، ودي يعتبر من المرات القليلة اللي بنشوف فيها الكلام ده، إن إمام عاشور ابتدى يتقدم ويشوط، كمان هو وديانج، وكمان كوكا جرب حظه مرة واتنين. ولاعيبة الأهلي ابتدت تشوط من بره المنطقة ومن مسافة أسفر عن عدة فرص، من ضمنها فرصة لأنتوني موديست قطعها ديانج وبصها له، ولكن أهدرها بطريقة غريبة جدا ما تضيعش من مهاجم كبير زي أنتوني موديست. اللي كانت بتواجه النادي المصري إن هو مع تقدم لاعيبته وفي هجومه على النادي الأهلي، كان النادي الأهلي بيبغت المصري بانطلاقات سريعة جدا من لاعيبته زي رضا سليم وبيرسي تاو وإمام عاشور، وده اللي أسفر عن إنذار لباهر المحمدي في تدخله مع رضا سليم قبل نهاية الشوط الأول. كرة ركنية بتتلعب من علي معلول، بتلف وبتعدي من الكل، بيقابلها كوكا في الآخر خالص، بيرفعها تاني، بيطلعها الحارس محمود جاد بإيديه، بتنزل تاني لرضا سليم بره المنطقة بيحاول يشوط، ولكن بتضرب في الدفاع وتترد لإمام عاشور اللي غمزها غمزة لرضا سليم، ودخل رضا سليم شايط بتصويبة أرضية قوية جدا سكنت الشباك وأسفرت عن الهدف الأول للنادي الأهلي، وانتهى الشوط الأول بالطريقة دي. وكالمعتاد في الشوط الثاني الأهلي نزل بنفس التشكيلة وبنفس طريقة اللعب 4-3-3، والمصري نزل بنفس طريقة اللعب ونفس التشكيلة 4-1-4-1. ساب النادي الاهلي الكوره للنادي المصري، وابتدى المصري يهاجم، والاهلي ابتدى يبغت المصري بمرتدات لحد مع تقدم النادي المصري في كوره ركنيه اتقطعت. عدى امام عاشور ما لقاش غير باهر المحمدي، وباهر المحمدي في الوقت ده عرقل امام عاشور عشان ياخد الانذار التاني ويطرد باهر المحمدي، ويلعب المصري باقي اكتر من 35 دقيقة ب10 لعيبة. وده اسفر عن ان النادي الاهلي تحكم في المباراة بشكل رائع جدا واحكم قبضته على المباراة، وده اللي خلى النادي الاهلي يسجل 3 اهداف من بعد كده ويسير المباراة بالشكل اللي هو عايزه، وتوصل نسبة الاستحواذ لاكتر من 73% في الشوط الثاني. وفي هجمة منظمة جدا للنادي الاهلي انطلق محمد هاني بالكورة من على الناحية اليمين عشان يباصي الكورة لبيرسي تاو عرضية ارضية، عشان يلف تاو بوسطه لفة جميلة جدا ويحط الكورة ار2 في الزاوية البعيدة ويسفر عن الهدف الثاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيلاعب المصري على الغلطات، وده اللي خلى ان النادي المصري لما بيتقدم بالكورة او بتجيله ضربة ركنية بيفتح الملعب بشكل غريب، وخلى ان في مساحة هنا بتبقى موجودة في ناحية بيرسي تاو، مساحة كبيرة جدا استغلها بيرسي تاو احسن استغلال. كورة ارتدت من الضربة الركنية لعبها إمام عاشور بطريقة رائعة لبيرسي تاو اللي عدى من حسين السيد بطريقة أكثر من رائعة، وعدى بيرسي تاو وحط الكورة
ار2 بنفس طريقه الهدف الاول، ولكن بطريقه اشيك كمان بعد ما عدى من حسين السيد وحط الهدف الثالث للنادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 3-0 للنادي الاهلي. بعدها ابتدى يسير المباراه بالشكل اللي هو عايزه، وابتدى يفرض رتمه واسلوبه على المباراه، وضيع سيل من الفرص لدرجه ان المباراه كانت ممكن توصل لاكثر من 6 اهداف او 7 اهداف. في نهايه المباراه بربع ساعه اجرى مارسيل كولر 5 تبديلات دفعه واحده بخروج رضا سليم، امام عاشور، انتوني موديست، واحمد نبيل كوكا، وبيرسي تاو للاصابه، ونزول مروان عطيه، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، ومحمد مجدي قفشه، وكمان نزل احمد عبد القادر مكان بيرسي تاو. مر ضغط النادي الاهلي في الشوط الثاني بعد نزول الخماسي. كورة من كريم فؤاد لأحمد عبد القادر لعبها بالكعب رائعة جدا لكريم فؤاد من تاني اللي حطها بوش رجله الخارجي، هدف رائع بعد ما خبطت في محمود جاد، غلطة كبيرة من محمود جاد. ألف مبروك للنادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي كسب من المباراة دي مكاسب بالجملة، مكاسب زي إنه تصدر جدول الدوري من أول أسبوع، سجل 4 أهداف وبقى الأكثر تهديفا من أول جولة، كسب 2 لعيبة أساسيين رائعين جدا، ومكاسب كبيرة جدا وكواليتي لعيبة عالي جدا زي إمام عاشور ورضا سليم، وكمان موديست ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، محتاج ينسجم لسه. وبكده نبقى خلصنا حلقتنا النهارده. الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي المصري، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من هجمه مرتده.